اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعين الغاليين، أخواتي الغاليات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. رجعت لكم فيديو جديد، راح أسوي طريقة عمل الكيكة التركية، كيكة الحليب، إن شاء الله تعجبكم. وهنا أنا هسه حضرت 3 بيضات حجم كبير، كوب من الحليب السائل، كيس من البيكنج باودر، ورشة ملح وأي نكهة تحبون، وكوب من الشكر، وخلي قليل من الخل الأبيض، كوبين من الطحين، ونص كوب من الزيت. هسه راح نبدي بطريقة العمل. أول شي راح أخلي البيض 3 بيضات، وراح أخلي وياهم كوب من الشكر، طبعا كلهم قصتهم بنفس الأكواب القياسية. وهنا أنا راح أخلي نكهة الموز كلش طيبة صارت وياها، أو أي نكهة انتم تحبوها وموجودة عندكم. هنا راح أخلي رشة ملح ونص كوب من الزيت. وهنا تقريبا راح أخلي ملعقة أكل من خل الأبيض على مود الزفرة، وهم يعطيها شاشة للكيكة. وهسه راح أخلطهم بهذا الشكل إلى أن يكون الخليط عندي أبيض، على مود يعني تروح الزفرة مالت البيض. هسه راح أخلطه وأرجع وياكم. هسه حبايبي شوفوا الخليط شلون صار عندي بهذا الشكل. وراح أضيف هسه كوب إلا ربع من الحليب، أي نوع حليب عندكم، يعني باودر تخففونه بالماء، أو موجود عندكم حليب جاهز باكيتات عادي. هسه شوفوا حبايب صارت عندي بهذا الشكل، وصارت عندي هاي الرغوة. هسه نكتفي من الخلط. هسه راح أضيف الطحين، أنا محضرة كوبين، راح أضيف كوب ورا كوب، يعني ما أضيفه دفعة واحدة. بحاول أسوي بالخلاط بهذا الشكل على مود لا يتناثر الطحين عندي. من بشغل الخلاط. هسه هنا يا حبايب راح أخلي الكوب الثاني. دائما أقولكم هاي المعلومة لأن الطحين نوعيات، ومو كل نوعية يعني تريد السوائل مالتها تريد طحين هواي. أنا إنسانة أخلي دفعات، دائما هيجي أسوي. أول مرة خليت كوب، وهسه خليت الكوب الثاني بالتدريج، يعني ما أخلي كله وأشوف ايش قد يحتاج. طبعا أنا خليت كوبين، يعني هاي المواد اللي عندي كلها احتاجت كوبين من الطحين. وهسه راح أكمل خلط وأرجع وياكم. هسه حبايب شوفوا شلون صار عندي القوام بهذا الشكل. وهسه راح أخلي كيس من البيكنج باودر، راح أخلطه وأرجع وياكم.
هسه حبايب شوف من بعد ما خلطته صار عندي القوام مالته بهذا الشكل. هسه طبعا محضرة أنا الصينية مالت الأوفن ودهنتها بالزيت وقليل من الطحين، صارت عندي بهذا الشكل. هسه بديت أنزل العجين وشوفوا ما شاء الله لونه كلش حلو، اللي هو يعني عجينة المحسن حتى يطلع معه. هسه طبعا راح أنزله بالصينية وأرجع وياكم. وهنا حبايب من بعد ما نزلت العجين الصينية وبديت أعدل العجين بالاسباتولا على مود يعني يعطي نفس القياس، عمود ما تكون جهة عالية وجهة ناصية. وراح أضربها 3 ضربات بهذا الشكل على مود تطلع الفقاعات ويطلع عندي سطح الكيكة كامل. وهنا ما شاء الله طلعت عندنا الكيكة وما أخذت من عندي وقت غير 10 دقايق. يعني بنات هي يعني كلش يعني هم طيبة وهم ما تاخذ من عندكم وقت، جربوها راح تعجبكم. هنا أنا طبعا عندكم أي عود تستخدموا مات أسنان مع شعر بنات، أي عود يعني بدون السوبي يعني ما راح تصعب عليكم الشغلة. وهنا أنا ثقبت بهذا الشكل وحضرت هنا أنا كوب من الحليب، طبعا هو كوب ماي خليت عليه حليب بودر، أو عندكم حليب بقيتات مثل ما قلتلكم عادي يعطي نفس النتيجة. وهنا نزلت على كيكة بهذا الشكل على مود يعطيها هشاشة طعمة كلش حلوة وطعم كلش طيب. وهنا أنا خليت بالخاشوقة على مود الأطراف هم ياخذ الحليب من عندها. هنا راح أكملها وأرجع وياكم. هسه حبايبي هنا من بعد ما كملت الكيكة وهسه راح أسوي صوص الكراميل. هنا أنا طبعا خليت كوب من الشكر خليته هنا على النار وراح أذوبه وأرجع وياكم. طبعا بنات أنا خليت إيدي بيه على مود هاي التكتلات ما تبقى وما تعبني، حاولوا هيك تسوونه على مود التكتلات تروح. شوفوا هسه شلون صار عندي بهذا الشكل. هسه راح أخليله كوب من الماي. شوفوا بنات هنا راح تقولون خرب، راح تقولون شوية تعبكم، بس بنات على نار ناصية وراح يذوب هذا يعني بمرور الوقت. حاولوا ما تتركونه على مود لا ياخذ مرور العفو، خلي ايدكم بيه الى ان يذوب بهذا الشكل يصير. هسه خليت له ملعقتين من الزيت، او شنو موجود عندكم دهن عندكم زبد عادي، انا طبعا موجود عندي دهن بس خليت زيت يعني نفس النتيجة عادي. وهنا انا ضفيت كوب من الحليب وعليه ملعقة اكل من النشا على مود شوية يثقل القوام مالته. هنا طبعا ما ياخذ من عندكم وقت ساعة يسخن. هسه راح اكمله وارجع وياكم. هسه حبايبي هنا طفيت النار وصار عندي الكراميل بهذا الشكل. طبعا تركته يبرد تقريبا 10 دقايق. وهنا أنا النوب خليته على الكيك يعني ما يصير هو حار تخلونه بنات، الكيكة عندكم تعجن. يعني الكيكة عندي بردت والصوص اللي سويته هم تركته يبرد. وهنا أنا وزعته على سطح مالت الكيكة بهذا الشكل وراح أتركه تقريبا 10 دقايق بالثلاجة وأرجع أكمل الخطوة وراها. هسه حبايبي هنا أنا مجهزة كريم شانتيه وخلطته بالخلاط وما خليته يسخن زيادة، وخليته بهذا الكيس الحلواني على مود ياخذ عندي خطوط سهلة وما تصعب علي بالشغل. إذا سخنونه زيادة لا ما راح ينتهي نتيجة صحيحة. شوفوا حبايب
البنوتات اللي تون يتعلمن هم ما تصعب عليهن وخلوهن يتعلمن. وهنا بعد ما كملت طبعا عندي هاي العودة قلتلكم، وانا اشتغل دائما بهيج اعواد. وشوفوا يطلع لكم هذا الشكل البسيط والمرتب. طريقة سهلة وبسيطة والكل يعني يقدر يجربها وتعطي نتيجة كلش حلوة. شوفوا المنظر مالتها ما شاء الله رهيب وشهي. طبعا الأطفال يحبون هيج أكلات. وطبعا يشاهد الفيديو لا ينسى اللايك والاشتراك. وحبايبي طلع عندي هاي الشكل الحلو. هنا هسه راح أقص من عنده قطعة. وهنا حبايب شوفوا الكيكة منظرها كلش حلو وسهلكم العافية. وشوفوا النتيجة رهيبة والله رهيبة، جربوها راح تعجبكم. وانتظروني بفيديو جديد ومع السلامة.